كأس إفريقيا الشفرة التي فكها المغرب بنجاح، اللي تبع دائما طريق الكبرانات كيدخل في الحيط. ها هما دابا باعوا للسنغال العجل. لكن قبل هذا الشيء عيد مبارك سعيد للأمة المغربية بالصحة والسلامة. وهذا العيد راه جا وجاب معاه الحمد لله واحد الفرحة كبيرة بتتويج المغرب بطلا لإفريقيا، وهذا فخر لكل المغاربة. واش عرفتوا شحال خسرت الجزائر على هذه المؤامرة باش يفشل المغرب في التنظيم والتتويج بكأس إفريقيا؟ خسروا ما يزيد على 400 مليون دولار. وتابعوا هذاك الاعلام المصري اللي ما كيحشمش على راسو، كل شيء عارف هذيك الكؤوس الافريقيه كيفاش تربحات من 1957 حتى 2010. اما التوانسه راه ما تشدوش لهم حيت عاقوا بهم. راه قبل ما تكون الجزائر كانت تونس العريقه والمغرب الحضاره، وتحيه لتوانسه. البارح كنت كنتفرج 3 ديال الفرق مصريه كتودع المسابقات الافريقيه في بلادها، الاهلي، بيراميدز وبورسعيد. عرفتوا شكون السبب؟ فوزي القجع. سمعوا. حكم كان موجه. وهنا انا ببعد موضوع الترجي تماما، ولا اداره ولا لاعبين ولا اي حاجه خالص. مش المقصود هنا الترجي خالص. المقصود ان احنا النهارده كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر قال حاجات في كاس الامم الافريقيه الاخيره احنا النهارده هندفع ثمنها، واي نادي مصري هيدفع ثمنها الفتره اللي جايه. وخصوصا ان دلوقتي في حرب داخليه في مين الاقوى دلوقتي في الاتحاد الافريقي. تمام. الاتحاد الافريقي النهارده بيحكمه رجل واحد، هو الرجل الاقوى دلوقتي موجود في القاره، وهو الكابتن الاستاذ فوزي لقجع، وهو اعتقد ان هو وزير الماليه في المملكه المغربيه. فوزي عرفتوا من كنا دابا لاعبين في كأس إفريقيا راه ماشي مع السنغال، ومع السنغال وجيوش أخرى خلفهم من الإعلاميين في مصر والجزائر للتشويش على الحدث، والسياسيين وأصحاب شراء الدمم وأصحاب الهواتف ليل ونهار وأصحاب الرحلات المكوكية، وهادشي كله باش المغرب ما يديش الكاس. لكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع، للتذكير كل شيء شاف واحد الجهاز ديال اف بي اي في المغرب مع الجهاز الاستخباراتي المغربي والجهاز الامني اللي كيتعتبروا حتى هما من بين اقوى الاجهزه على المستوى العالمي، والدور اللي لعبوه في تنظيم كاس العالم 2022 بقطر. وكذلك العمل الكبير اللي كيدير المدير العام للامن الوطني المغربي عبد اللطيف الحموشي، واللي توج بعده اوسمه دوليه. دابا المغرب قبل ما ينظم هذا كاس افريقيا عرف بان التنظيم المونديالي اللي غادي يدير غادي ينزل كالصاعقه على اللي ما كيبغيش الخير للمغرب، وغادي يخرجوا كاملين من الجحور ديالهم، وغادي يديروا المستحيل باش يفسدوا هذا العرس الكروي ويشوهوا سمعه المغرب بالفوضى، باش يتسحب منه كاس العالم الى جانب اسبانيا والبرتغال. وهذا الشيء بداو كيوجدوا ليه قبل انطلاقه كاس افريقيا بالمغرب، وبداو كيزرعوا الالغام هنا وهناك. ومنين بدا المغرب كيلعب وهما مستمرين في زرع الالغام حتى وصل المغرب للفينال، وراه ما عندهمش، راه ما كيساليوش. وتما حطوا واحد اللغم كبير، يا اما تخسر باش ما كان، يا اما نفجروا واحد اللغم ديال الفوضى ويصبح الطايح اكثر من النايض، وتصبح سمعه المغرب عالميا على المحك باش يتسحب منه كاس العالم. واللي لعب هذا الدور هو ذاك المدرب ديال السنغال اللي باين خدا فلوس كثيره باش يدير الفوضى والبلطجه في النهائي. هادشي كله ضرب ليه المغرب حسابه وخدم خدمته بالسكات، تجاوز الحمد لله كل الالغام، ولكن في الاخير باش يتفادى اي سيناريو ممكن يضرب المصلحه العامه، حتى ولو كان الثمن هو التضحيه بلحظه فرح شعب كامل، خلاهم يديو الكاس، ولكن غيجيبوه مره اخرى بحكم القانون، والعالم كله عادي يعرف الكواليس ديال المؤامره والبلطجه ديالهم. المسطره الثانيه، المسطره القانونيه اللي سلك المغرب عند لجنه الانضباط، كانت النتائج ديالها سلبيه مسبقا معروفه. انت المشتكي تشتكي للقاضي وهو نفسه الحرامي، ولكن هذا الطريق كان خاص ضروري المرور منها في قبل اي مرحله. المسطره الثانيه ديال الاستئناف فيها نفس الملف، ولكن في يد المغرب واحد السله ديال الالغام اللي يجمع لهم، يا اما الكاف دارك الموقف وترجع الحق لصحابه، يا اما سله الالغام تنفجر فيهم وتطيح برؤوس كبيره وتفضح القاصي والداني. المغرب فعلا بغى يقطع بصفه نهائيه مع هاد التلاعبات داخل اروقه الكاف. بالله عليكم هذا المستوى اللي وصلوا ليه هاد الناس في افريقيا، واش يشرف تلعب معاهم كره القدم؟ تاريخ الملطخ ديالهم بشراء الحكام والكؤوس كيسحب لهم المغرب بحالهم. كون كانوا فعلا ابطال حقيقيين ما يكونوش في كؤوس العالم، الطياره اللي كتديهم كترجعهم، وحتى المشاركه ديالهم في كؤوس العالم تعد على رؤوس الاصابع. خاصهم يحترموا المغرب اليوم اللي كيشرف قاره افريقيا. شكون في هذه البلدان يعطينا شي مسيره ولا تاريخ ولا حضاره بحال اللي عند المغرب؟
والمغرب بوحده قاره وتنوع جغرافي وبشري وثقافي لا مثيل له، واي واحد منين ما بغى يكون ويمشي فين ما بغى يمشي في هذا العالم عادي يلقى هذيك التيكيته تاع المغرب ماد ان ماروكو. النموذج المغربي يسوق نفسه بنفسه، وهذا الشيء اللي كيخلي الحاسد ما كيتألمش من الفشل ديالك بل كيتعذب من النجاح ديالك. البلاصه اللي مشاو ليها وفين ما مشاو كيلقاو المغرب سابقهم بسنين. الصناعه المغرب اولا، البنيه التحتيه المغرب اولا، السياحه المغرب اولا، الرياضه المغرب اولا، وهذا الشيء كله في افريقيا. وزيد اللائحه طويله. اما شي وحدين المنتوج الوحيد اللي عندهم هو الحقد، عند جاره السوء العويل والبكاء، وعند الاخرين التهويل والتشويش. الحمد لله هاد مواقع التواصل الاجتماعي بينات واقع ديالهم كيفاش كيعيشوه، شي عايش على الطوابير وشي عايش والمحيط ديالو كله اوساخ وازبال، ويجي ويحل فمو على المغرب. للامانه انا مني كنمشي من المانيا المغرب والله ثم والله لا فرق في البنيه التحتيه ولا المواصلات ولا القطارات، وحتى محطات القطارات احسن بكثير ماشي غير في المانيا بل في اوروبا باكملها. والناس اللي زاروا المغرب شافوا هذا الشيء بعينيهم وثقوا في مواقع التواصل الاجتماعي. دابا غير في اوروبا فين ما مشيتي تلقى المغربي حاضر، وماشي غير حاضر، خلى بلاصتو من اوروبا لافريقيا ومن امريكا لاسيا. كاين واحد القاسم المشترك هي البصمه المغربيه. كتلقى المساجد الطراز مغربي، تلقى التنظيم، وكتلقى روح ديال الاعتدال والتسامح. المغاربه اليوم من اكبر الجاليات المسلمه في العالم، ولكن القوه ديالهم ماشي في العدد، القوه ديالهم في الدور اللي كيلعبوه. كيبنيو المساجد، كينشروا الاسلام المعتدل، وكيساهموا في تعليم القران واللغه العربيه، وكيدعموا الجاليات، وكينشروا ثقافه العيش المشترك. وهذا الشيء كله بصمت بلا ضجيج، وكيديروا الاثر. المغربي فين ما كان كيخدم بيدو فلوسه بوقته، وكيعطي صوره مشرفه لبلادو، وفي نفس الوقت ما كيقطعش الجذور ديالو، كيبقى مرتبط ببلادو بالتاريخ ديالو بالحضاره وبالثقافه اللي جا منها. وزيد على هذا الشيء كامل هذه الجاليه اللي هي في الخارج راه كطعم كذلك المغرب بطاقات كبيره في الرياضه، في العلوم، وفي الكفاءات. يعني المغربي اليوم ماشي فقط مهاجر بل هو يعني سفير فين ما مشى. المغرب اليوم ماشي هو المغرب ديال البارح، المغرب اليوم ولا واحد مشروع دولة ماشي غير بلد. يعني بنى الاقتصاد ديالو بواحد القوة، دخل بثقة لسباق الكبار يعني في الصناعه، ودار بلاصتو مع الدول اللي كيتحسب ليها الف حساب. المغرب ما بقاش كيجري وراء الفرص ولا هو اللي كيصنعها، خدام على شراكات يعني طويله المدى، كيبني موانئ عالميه، كيربط افريقيا بالعالم، وكيستثمر في العقل المغربي، حيت عارف ان المستقبل كيبدا من الانسان. وهذا الشيء ماشي شعارات او هذا الشيء هضره، هذا الشيء راه واقع كيتشاف كيتقاس وكيتبنى نهار على نهار. المغرب ما كيلتفتش للور وما كيسمعش للضجيج، حيت اللي كيبني ما عندوش الوقت يجاوب على اللي كيهدم. واليوم حنا كنشوفوا هذا التقدم كمغاربه كنفتخروا، حيت المغرب ما بقاش غير حلم، المغرب ولا حقيقه كتكبر قدام اعين العالم. وعندنا اليقين ان حتى شي حاجه اليوم ما بقات سميتها مستحيله على المغرب، وديما مغرب.